السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. قال الله عز وجل، فاتصلت واحدة إحدى النساء قالت يا شيخ، قلت نعم. قالت أنت تكلمت عن الرب عز وجل، أنا تقول مبتلات بمرض، تزوجت زوجي قبل 3 سنوات، وبعد الزواج ب3 أشهر تعبت ومرضت، فلما ذهبت للمستشفى أخذوا التحليل مني ومن زوجي، وجد أن زوجي سافر إلى خارج المملكة وأتى بمرض ونقله إلي بعد الزواج. تقول والله يا شيخ لنا 3 سنوات الآن، لنا 3 سنوات شرق غرب أنفقنا 1,500,000 ريال على العلاج ولا علاج، وأنت تكلم عن ربنا سبحانه وتعالى. قلت والله إني صدت. حنا عندنا كلمة يا إخوان كل يوم نقولها 100 مرة، ما هي؟ لا إله إلا الله معي وحده إيش؟ لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو إيش؟ صح؟ الأخير صح يا جماعة، وهو على كل شيء قدير. قلت بس شوفي، ترى يقول ابن الجوزي رحمه الله: أعطوا الله ما يحب يعطيكم ما تحبون، استجيبوا لله إذا دعاكم يستجيب لكم إذا دعوتموه. فقلت له يا شيخ، قلت له أبغى منك 4 حاجات، ربنا إذا ترضينه يرضيك، إذا أردت من الله شيء أعطه شيء يا شيخ. الله ما يعطيك كذا، لازم تقدم شيء حتى يعطيك الرب سبحانه وتعالى. فقلت لي، قالت ايش اسوي؟ قلت الله اول شيء ابغاكي على الاسبوع هذا كامل على وضوء 24 ساعه، انت وزوجك ناموا على وضوء، كلوا على وضوء، خلوا 4 كل ما حدث توضع على طول. الثاني، كل ما فكرتوا بالمرض اعطوا الله تعالى احب شيء، احب الكلمات الله ايش؟ سبحان الله والحمد لله والله اكبر، كثروا قولوها الى 50 مره الى 60 مره. الثالث، تصدقوا، داووا مرضاكم بالصدقة إن صح الخبر. الرابعة، أكثروا مدح الله عز وجل، في البخاري ومسلم: يا أمة محمد لا أحد أحب إليه المدح من الله. فقلت يلا اشتغلوا لله، شوفوا كيف الله يعطيكم. والذي رفع السماء بلا عمد، والذي يسمعني وإياكم من أهل الرياض الآن قسما بالله العظيم منا 4 أيام وتتصع. قالت يا شيخ أحس إني مرتاحة هنا، ادعي لي. قلت أنت عندي الحين أنت مرتاحة مع الله، ادعي لنا أنت. بعد 5 أيام أو 6 أيام أرسلت رسالة قالت اتصل توي جاي من الدكتورة. كانت تقول في وحدة دكتورة مشرفة على علاجنا منذ بداية المرض. والله يا اخواني مدقت علي بيض الله وجهها، اسمها منورة، الله يبيض وجهها، قول امين. يثبتني على الحق وجميع المسلمين، بس بعض الناس يعرف الحق، هي منهم الله يثبته. قالت ايش؟ تقول والله يا شيخ لسه جاي من الدكتورة، تقول انا وزوجي اخذت التحليل منا الدكتورة وذهبت الى المختبر، بعد ربع ساعة جت وقالت اجلسوا ابى اروح اجيب المصحف. قلنا ليه المصحف؟ قالت اريد ان اقسم لكم بالله العظيم ما في اي اثر المرض في جسدكم. 5 أيام بس ب4 كلمات مع الرب سبحانه وتعالى. شوف الكرم، لا اله الا، حدث عن كرم رب العالمين ولا حرج، حدث عن قدرته ولا حرج، بس كيف يعطى الانسان. واحد تكلم هالايام يا اخوان، امراه قبل تقريبا 1.5 شهر تقول يا شيخ انا تزوجت قبل 6 شهور، وبعد الزواج تقول كان لي علاقة مع شاب قبل الزواج، كنا نطلع احنا وياه والصور، تقول ما حصل الشيء اللي انتم اسمه متخابرين انتم ان شاء الله، اللي يعني مفهوم ذاك، لكن تقول معه لي صور. تقول بعد الزواج الان اتصل عليه اقول له عطني الصور، يقول لا خليهم ذكريات، ودي يعطيني اياهم رفض. قلت له تبين الله تبين الرجال يعطيك الصور؟ قالت ايه. قلت بطلب من الصلاة. قالت وشو؟ قلت لا تكلمينه ولا تتصلين فيه، ابغى الكلام والاتصال خليه مع رب العالمين. واعطيها ال4 ذولي قلت لكم قبل شوي، واعطيها، قلت اشتغلي بهن احذري تدمع عينك تسمع المكالمه معه، احذري ترجينه بقلبك، خلي رجائك ودموعك وبكائك وخشيتك لرب العالمين سبحانه وتعالى. والله العظيم يا اخوان بعد 4 أيام 3 أيام استغفر الله تكلم علي ابو عمر، قلت سم، قالت يا شيخ اخربت. قلت وراه، قال تكلم علي، قال الحين ما اعطيت الصوره لما تطلعين، نبي ناخذ راحتنا. قلت له تدري ايش القضيه؟ قالت ايش القضيه؟ قلت الان ابليس عرف انك قربت الى الله عز وجل، وعلم ان الله تعالى سوف يعطيك اللي تريدين، فالان ابليس يحاول يخربها قوه، لا تطيعين لا تكلمين لا ترجينه، خلي اذا
زيدي باللي أعطيتك، كثري منهن، والذي فلق البحر الموسى، قسما بالله العظيم يا إخوان أنا حلف لله، لأن الأخبار دي قد ما يصدقها بعض الناس. والله إنها ترسل رسالة تقول أنا بمكة، والله إني معي أصفر، إني قاعد في الحرم أدعي لك، بيض الله وجهه، الله يجزاه عنا خير. يا أخي من يعرف الله؟ لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.